منتخب المغرب لأقل من 20 سنة. عجبوني بزاف أمام إسبانيا اليوم في بطولة كأس العالم، قدموا مباراة رائعة وعندهم لاعبين ممتازين، لعبوا مزيان. ماذا قال الإعلام المصري والتونسي والفيفا والكاف بعد انتصار المنتخب المغربي للشباب على منتخب أسبانيا بهدفين مقابل لا شيء ضمن الجولة الأولى لكأس العالم للشباب بشيلي؟ شاهد ماذا قالوا. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وداعم للمنتخب المغربي فيرجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد الانتصار التاريخي للمنتخب المغربي للشباب واكتساحه للمنتخب الأسباني بهدفين لا شيء ضمن الجولة الأولى لكأس العالم للشباب بشيلي، فقد تفاعل الإعلام المصري مع فوز المنتخب المغربي. وهنبدأ باللاعب المصري السابق محمد زيدان الذي أدلى بتصريحات لإذاعة الشباب والرياضة المصرية وقال: ألف مبروك للمنتخب المغربي للشباب الذي قدم مباراة تاريخية في افتتاح مبارياته في كأس العالم بشيلي بعد فوزه على المنتخب الأسباني العنيد بهدفين مقابل لا شيء. فالمنتخب المغربي أظهروا شخصية قوية ولا يهابون أحد، ونحن نعلم أن المنتخبات الأسبانية في جميع الأعمار السنية منتخبات قوية جدا، لأنها تعتمد على لاعبي برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد، ولديهم خبرة كبيرة في هذه المناسبات العالمية. فالمنتخب المغربي صراحة أبهرني بالمستوى الذي قدمه أمام أسبانيا، وخطف المنتخب الأسباني في 4 دقائق وحقق المطلوب والفوز بهدفين، ولولا حكم المباراة لفاز المنتخب المغربي بنتيجة كبيرة. فصراحة نحن كمصريين عندما نشاهد المنتخب المغربي نحزن على حال مستوى الكرة المصرية والذي يمثلها المنتخب الشباب المصري في كأس العالم، والذي خسر في أولى مبارياته أمام المنتخب الياباني. فنحن كمصريين لا ننتظر الكثير من المنتخب المصري، وخاصة بعد تصريحات مدربه أسامة نبيه الذي قال أننا خسرنا بشرف أمام المنتخب الياباني. فماذا لو كان مكان المنتخب المغربي وفاز على منتخب أسبانيا؟ فماذا كان سيقول؟ فهذا هو الفارق بين الكرة المصرية والكرة المغربية باختصار. الكرة المغربية تهزم أسبانيا وتضرب جرسا قويا لكل منتخبات البطولة أن المنتخب المغربي جاء إلى هذه البطولة لكي ينافس على كأس هذه البطولة، بينما المنتخب المصري جاء إلى هذه البطولة ليودعها مبكرا بداعي التمثيل المشرف. فيما صرح أسطورة المنتخب التونسي حاتم الطرابلسي وأدلى بتصريحات نقلتها قناة الدوري والكأس القطرية وقال: أنا كتونسي أرفع القبعة للمنتخب المغربي للشباب الذي فاز فوزا مستحقا على منتخب أسبانيا وتلاعب به في مباراة كانت تاريخية للمنتخب المغربي. فالكل كان يعتقد عندما أوقعت القرعة المنتخب المغربي مع المنتخب الأسباني والمكسيك والبرازيل فسيكون المنتخب المغربي هو حصالة هذه المجموعة، ولكن عندما شاهدنا المنتخب المغربي أمام المنتخب الأسباني ويضربه بثنائية ويتصدر المجموعة بعد تعادل البرازيل والمكسيك بهدفين لمثلهما، فأعتقد أن المنتخبين البرازيلي والمكسيكي مرعوبان من قوة المنتخب المغربي. وأنا أعتقد على المستوى الشخصي أن المنتخب المغربي سيفوز على البرازيل والمكسيك وسيتأهل كأول هذه المجموعة، وأعتقد أن المنتخب المغربي إن شاء الله هو من سيشرف الكرة العربية والإفريقية في هذا المحفل العالمي، مثل ما فعلوها رجال المغرب الكبار عندما فعلوا المعجزة وتأهلوا إلى المربع الذهبي في كأس العالم بقطر. فيما صرح رئيس الفيفا انفانتينو وأدلى بتصريحات نقلتها شبكة أفريكا سبورت وقال: تهانينا للمنتخب المغربي الذي قدم مباراة استثنائية أمام المنتخب الأسباني واستحق هذا الفوز بكل جدارة واستحقاق. أعتقد أن المنتخب المغربي سيخطو خطوة كبيرة في هذا المحفل العالمي وسيشرف العرب في هذا المونديال. فكرة القدم المغربية تطورت للغاية وأصبحت تتغلب على المنتخبات الأوروبية وأمريكا اللاتينية مثل ما فعلوها في قطر. فيما صرح رئيس الكاف متسبي وأدلى بتصريحات نقلتها
نشرتها شبكة أفريكا سبورت وقال: تهانينا للمنتخب المغربي الذي يمثل إفريقيا في مونديال الشباب بشيلي، وأنا باركت لأخي فوزي لقجع بهذا الفوز التاريخي على منتخب أسبانيا، وأنا كرئيس الكاف أتمنى فوز المنتخب المغربي في باقي مبارياته، وأعتقد أنه قادر على ذلك. أتمنى فوزه بكأس العالم للشباب، وهم قادرون على فعل ذلك لأنهم أبطال إفريقيا. وفي النهاية شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.